الشاعر المرحوم أبو غالب زيد الأطرش. والله أبو غالب نحن يعني كان عمود شعرنا بالبلدوني. أبو غالب كان يعني يطلق عليه أمير الشعراء. بس تواضعا منه ما كان يقبل هذا المنصب المتعارف عليه. فلما سير عليه أهل القرية قبل ما توفى ب4-5 أيام حقيقة يعني ألمنا هيك يعني إنه كيف بده يودع البلاد ويجي له الدور بالتراث. وبعدين رئيس أركان الثورة السورية الكبرى قلت له يا عم غالب أنا والله ما بدي أذيك لكن بدي كلمة. قال شو بدك تقول؟ قلت له يا سئلت عن النشام والسدايد زيد اسمه بالملا ينبيك عنك يا عريبا للسوايد والعوايد يا نديم القاف واكرم من تغني يا اخو سلطان بيوم الشدايد سيفك المسلول بالقانة حن نذكرك يوم الوغى والشر زايد يوم كان العلج يمرح في وطن نذكرك يوم التدور بالقصايد بالخطاب شاد حل الفور. والله نزل دموعه حقيقه يعني انا ما رضيت ولكن كرمت بهذا سمعه جمعية أدب الشعر وأصدقاء التراث اللي أقاموها بالكفر حبيت إني أحضر المغني. قدمت له القصيدة العصماء اللي قالها نرى الوغى شبت وناس الظلمان يجرم على سد العظم شغلي قصيدته هي لا يعلى عليها شيء في الشعر حتى يؤرخ الثورة السورية الكبرى بالتاريخ نوع من الفيض. وأول ما بدأ فيها من الشام يومنا عم نقول نرى الوغى شبت والناس انت قرمان يجرح على سل العظم من جفيرة متلايمين الحدث مآمن وحيران وكل من يوشوش صاحبه في ستيرة والحال بالفيحة ولويد وحزان لا من يداوي جروحه ويستجيره والمعتدي العلج يبرح جدلان بساحة الأمن يخاطب نظيره ويقول عدنا الصفاقة وحقران يدخل صلاح الدين قائد بشيرة. حتى السويد موطن العز والشان حالة من الثلج كما حال غيره أهل تشرد بالجزيرة ولبنان وبعد الوزير يتوسلون الحصيرة. أمام هذا ناظم السيف سلطان قال النشامة ملينا عاد خيرة اما الموت بعز من دون نقصان داخل محد السيف حق نوعين. لبت نداها اليوث خضب العرمان تسمع وحية قبل تنظر مسيرة. اول احداده يذهل القاص قدام طيار تسد الفضاء عن المسيرة عنف الهوى وتحطمت جاب بمتان انضرب موزة طويل قصير. ومن بعد ذا قالوا وصل خط لنا شاب لقلعته حاكم فرنسي أميرة صالوا عليه صوت تنزيل أبطال دك وسوار ولا ومسيرة العين بعد يوم وسع تجمعت عصبة يخيبك صريرة من كثر ما في بداخله حرب ظلمان قامت تبرد حرب مع زبيرة غاب وجب طرف الجيش ظلمان بالكرف يبطل بالسيوف الشطيرة عي عسير الحظ ينزاح ويلان من يوم المرشد بلغه بالنذيرة تصيح تلوث وحدراك ميدان تلعب بها اليوسف تقطع جريرة ثور يخمن من الحرب لعب صبيان لا فضل الا والعلاج جايومه هذا عند الكفر اما بيكفيها عند غالب على المزرعة وعلى على الشام على الإقليم. قصيدة حلو كثير 94 بيت. لو تحريز الصيد لا